جموع الناس قد آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بالفؤاد والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا مشاهدينا الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. بدءا دعوني أرحب باسمكم وباسم البرنامج بزميلي ومن يصحبني في التقديم المقدم أنس بيان. أهلا وسهلا. حياك الله عبد الرحمن ومرحبا بعودتك. ونرحب بمشاهدينا الكرام في الحلقة الثالثة من الأسبوع الأخير من المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. دعونا على السريع نذكر بطريقة سير هذا البرنامج وطريقة المشاركة فيه. طريقة سير البرنامج: سنطرح لكم سيرة أحد الصحابيات، وأول ما يتسنى لك معرفة اسمها نستقبل الجواب فقط عبر الاتصالات عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ولا نستقبل الإجابة عبر حساباتنا في الفيسبوك وعبر البث المباشر في قناتنا في اليوتيوب. ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100 بشكل يومي. طيب عبد الرحمن، صحابيتنا لليوم أنس هي صحابية جليلة، وهي أخت للصحابي الجليل سعيد بن زيد، وابنة عم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، وقد عرفت بالبلاغة والفصاحة وحسن القول والشعر. طيب أيضا أسلمت وهاجرت. أنت ذكرت أنها صحابية جليلة، هي أخت الصحابي الجليل سعيد بن زيد. نعم. وابنة عم الصحابي الجليل عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. طيب أسلمت وهاجرت، وكانت من حسان الناس وأعبدهم. تزوجها عبد الله بن أبي بكر. تزوج الصحابية هذه عبد الله بن أبي بكر، وقتل عنها في غزوة الطائف مع رسول الله، وتزوجها بعد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم تزوجها الزبير بن العوام. جميل. نعم. حتى يذكر أنها قالت: لا أتزوج بعد ذلك، إني لأحسبني لو تزوجت جميع أهل الأرض لقتلوا عن آخرهم. دل هذا على أنها كل من تزوجته توفي أو استشهد في معركة، بدءا بعبد الله بن أبي بكر، مرورا بعمر بن الخطاب، وانتهاء بالزبير بن العوام. طيب أيضا وبعث إليها علي بن أبي طالب يخطبها، فقالت: إني أخشى عليك أن تقتل، فأبات أن تتزوجها. نعم. هذا نفس اللي ذكرناه، لأنها تزوجت 3 وكلهم استشهدوا. نعم. طيب نرجع ونقول أنها ابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأخت للصحابي الجليل سعيد بن زيد. مما اشتهر في بلاغتها وفصاحتها قولها: منع الرقاد فعاد عيني يعود، مما تضمن قلبي المعمود، أبكي أمير المؤمنين ودونه للزائرين صفائح وعميد. طيب لعلنا عبد الرحمن ما شاء الله وصلت أول اتصالات. تفضل. نستقبل أول اتصال في هذه الحلقة المباركة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ عبد العزيز أحمد علي. عبد العزيز أحمد علي من السعودية. أهلا وسهلا يا عزوز. عرفت الإجابة؟ عاتكة. كمل. عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شاكر لاتصالك حبيبنا عبد العزيز، صديق البرنامج الدائم، ويحالفك الحظ إن شاء الله حبيبنا عبد العزيز. ومن صديقنا المقرب إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ أفنان بيان من الرياض. أهلا يا أفنان، شلونك؟ طيبة. عرفت الإجابة يا أفنان؟ نعم، عاتكة رضي الله عنها. عاتكة بنت مين؟ ولا نمشيها؟ مشله. تمام. شكرا يا أفنان، وتفوزين معنا إن شاء الله. سهل أفنان. ومنها إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم.
ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمنا؟ إسراء جاسر من اسطنبول. إسرار جاسم من اسطنبول، أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ أيوة نعم، الصحابية عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله. الاسم الكريم؟ خالد القطب أهلا وسهلا بك يا خالد. من وين تكلمنا؟ من اسطنبول. حياك الله. تعرفت على الإجابة يا خالد؟ نعم، عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. شكرا لك يا خالد ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن خالد إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ فوزية سعيد من الرياض. فوزية سعيد من الرياض، أهلا ومرحبا أستاذة فوزية سعيد. هل عرفتم الإجابة؟ عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اسمعونا من التليفون يا أخوان. الو. مرحبا، أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ عاطف ياسر. شفتها؟ عاطف ياسر من السودان. حياك الله يا عاطف. عاتكة سنتك بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شكرا لك يا عاطف، وصلت إجابتك ويحالفك الحظ معنا إن شاء الله. ومن حبيبنا عاطف إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من وين تكلمونا؟ هالة محمد من الرياض. هالة محمد من الرياض، أهلا وسهلا يا هالة. هل عرفت الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شاكرين لاتصالك ويحالفك بالحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر وصوت جديد. ألو السلام عليكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا ومرحبا. الاسم الكريم؟ الحمد لله على السلامة يا أستاذ أبو ليلى. الله يسلمك يا حبيبي. شكرا لك. الله يبارك فيك. عرفنا باسمك يا غالي. الإجابة هي عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. الاسم الكريم وين تكلمنا؟ الاسم مؤيد إسماعيل من اسطنبول. مؤيد إسماعيل من اسطنبول. شكرا لك أستاذ مؤيد ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن اسطنبول إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. اسمعونا من الهاتف يا حبايبي. وعليكم السلام. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من وين تكلمنا؟ عبد الله الأهدل من اسطنبول. عبد الله الأهدل من اسطنبول، يا مرحبا يا أبو عابد. عرفت الإجابة؟ اي نعم، عاتكة بن زيد. عاتكة بنت زيد، شاكر اتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. تولين. هلا يا تولين. هلا حبيبتي. عرفت الإجابة يا تولين؟ وش الإجابة؟ قولي عاتكة. تولين شكلها صاحية من النوم. عاتكة. شكرا كافي يا تولين. شكرا ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ما شاء الله عليها. ومن صديقة البرنامج إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ أسيل محمد من السودان. أسيل محمد من السودان، أهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ أيوة، الصحابية عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. الصحابية عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومن السودان إلى منطقة أخرى. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ عبد الرحمن عثمان من الرياض. حياك الله يا عبد الرحمن. عرفت الإجابة؟
عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شكرا لك عبد الرحمن عثمان من الرياض، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. سلام. هناء سعيد من جدة. هناء سعيد من جدة، أهلا ومرحبا. عرفتم الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. ومن جدة إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اسم الكريم؟ كريمة موسى من الرياض. كريمة موسى من الرياض، هل تعرفتم على الإجابة يا أستاذة كريمة؟ أي عاتكة بن زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. لا زلنا في الأراضي السعودية يعني. نعم. منها طيب إلى أين؟ إلى أين؟ نكتشف الآن. ألو السلام عليكم. ياسر بشير. أهلا ومرحبا حبيبنا ياسر بشير، من وين تكلمنا؟ من الرياض. أهلا وسهلا. هل عرفت الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شكرا لاتصالك حبيبنا ياسر، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، الاسم الكريم؟ الحمد لله، أخباركم؟ أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا، حياك الله، نورت الشاشة. الاسم الكريم عمر بكري من اسطنبول. عمر بكري من اسطنبول، أهلا ومرحبا. عرفت الإجابة يا عمر؟ أيوة، عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شكرا لك يا عمر، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومن أراضي اسطنبول الغالية إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام وبركاته. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من وين تكلمينا؟ نادية سعيد من الرياض. أنعم وأكرم، حياكم الله يا نادية. هل عرفتم الإجابة؟ نعم، عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. شاكرين لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومنها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله، اسم الكريم؟ الوليد بيان من الرياض. الوليد بيان من الرياض، حياك الله يا وليد. عرفت الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شكرا لك وليد، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ترقب نهاية الحلقة. صوت جديد. ألو السلام عليكم. أمل عبد القادر من الرياض. أمل عبد القادر من الرياض، أهلا وسهلا. هل عرفتم الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شكرا لاتصالك حبيبتي أمل، ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومن أمل إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. شدن بدري من جدة. شدن بدري من جدة، أهلا أهلا وسهلا يا شدن. عرفت الإجابة؟ السيدة نعم، عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. شكرا يا شدن صديقة البرنامج الدائمة، ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. ومنها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. الو. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم، من يتكلمون؟ فارس منصور من الرياض. ريما محمد من الرياض. ريما محمد من الرياض، أهلا وسهلا. هل عرفتم الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. شاكرين لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ فريدة سعيد من الرياض. أهلا ومرحبا. هل تعرفتم على الإجابة؟ الصحابية عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. شكرا لمشاركتكم عاتكة بنت زيد، ويحالفكم الحظ بإذن الله.
ومتصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من يتكلمون؟ ليان عثمان من الرياض. ليان عثمان من الرياض، أهلا ومرحبا. هل عرفت الإجابة؟ نعم، عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ جميلة سعيد من النرويج. جميلة سعيد من النرويج، أهلا ومرحبا بكم. هل تعرفتي على الإجابة؟ إيه، عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لكم أستاذة جميلة، ويحالكم الحظ وتفوزون معنا إن شاء الله. ومنها إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من يتكلمنا؟ بدر الدين عبد الرحيم من السودان. بدر الدين عبد الرحيم من السودان، حياك الله. هل عرفت الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لاتصالك حبيبنا ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومنه إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. لينا أنور من اسطنبول. لينا أنور. نور. لينا نور، صحيح؟ لينا معناه يا لينا؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد. الاسم مرة ثانية يا أخت لينا. لينا نور من اسطنبول. من اسطنبول، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. ومنها إلى صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. طيب، لعلنا نذكر مشاهدينا الكرام بطريقة المشاركة في هذا البرنامج عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة. نستقبل الإجابات عبر اتصالاتكم، ونذكر بأن قيمة الجائزة هي $100، واللي فازوا معنا عبد الرحمن في الحلقات الماضية ال3 أسابيع الماضية ونحن الأسبوع الأخير الآن يتواصلون مع رقم القناة بحيث يستلمون الجوائز. ونوه أيضا أن ودنا نسمعكم ونسمع أصواتكم بشكل جيد، لذلك ركزوا على السماع من التليفون مو من الشاشة عشان نتواصل معكم بشكل جيد. طيب، ناخذ اتصال. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ زمزم عبد الواسع من إثيوبيا. زمزم عبد الواسع من إثيوبيا، أهلا أهلا ومرحبا يا زمزم. عرفت الإجابة؟ الصحابية الجليلة عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد رضي الله عنهما، شكرا يا زمزم ويحالفكم الحظ بإذن الله. تابعوا نهاية الحلقة. مشاهدينا الكرام، وصلنا وإياكم إلى فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا، انتظرونا. أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى.
وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. رمضان هو شهر القرآن، شهر العتق والغفران، شهر ترفع فيه الدرجات وتجاب فيه الدعوات. فلنطف معا أحبة الكرام ولنتنسم عبيره وشمائله بصحبة ضيوف أعزاء ومشايخ أجلاء طوال أيام هذا الشهر الكريم، لنسلط الضوء على أهم القضايا والمواضيع الرمضانية التي تهم شعبنا الإريتري على امتداد هذه البسيطة. مع البرنامج المباشر لنتحاور في رمضان على شبكة سلام الإعلام. لا تدع الوقت يمر من بين يديك دون أن تحاسب نفسك يوميا. هل صليت في جماعة؟ هل ابتعدت عن اللغو؟ هل تصدقت على فقير أو مسكين؟ هل قرأت وردك اليومي من القرآن؟ إياك أن تكون ممن أدرك رمضان ولم يغفر له. آن الأوان أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان. إننا قوم خلقنا. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير متابعينا الأفاضل في كل مكان، وعودا مع اتصالاتكم، ونستقبل أول اتصال. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. السلام عليكم. الاسم الكريم؟ دان بدري من جدة. دان بدري من جدة، أهلا ومرحبا. عرفت الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وصوت جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. حياك الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم وين تكلمنا؟ ريان نجاش من الرياض. أنعم وأكرم حبيبنا ريان. هل عرفت الإجابة؟ هي الصحابية عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لاتصالك حبيبنا ريان نقاش، وإن شاء الله الفرحة من نصيبك اليوم. ومن ريان إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله.
حياك الله. الاسم الكريم؟ محمد بن رزين من سوريا. محمد بن رزين من سوريا، حياك الله يا محمد. عرفت الإجابة؟ هي عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله أهل سوريا جميعا. ومنه إلى صوت آخر وضيف آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمونا؟ منى أم رضوان من اسطنبول. حياك الله وأهلا ومرحبا. هل عرفتم الإجابة؟ نعم، السيدة عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. اسم الكريم؟ خديجة أحمد من مصر. خديجة أحمد من مصر. هل عرفت الإجابة يا خديجة؟ نعم، عاتكة بنت زيد رضي الله. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، شكرا يا خديجة ويحالفكم الحظ معنا أهل مصر جميعا. حبايبنا أهل مصر. لا شك. من ما يحبهم والله. اي والله، ام الدنيا على ما قال. اكيد. من مصر الى متصل اخر. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، اهلا وسهلا. الاسم الكريم من وين تكلمونا؟ بشاير حسين من اسطنبول. بشاير حسين من اسطنبول، اهلا ومرحبا. هل عرفتم الاجابة؟ نعم، عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ ان شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ ألو. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ إشراق عبد الحميد من ماليزيا. إشراق عبد الحميد من ماليزيا، أهلا وسهلا يا إشراق. عرفت الإجابة؟ أهلا وسهلا. نعم، عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، شكرا لكم إشراق وأهل ماليزيا جميعا ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. من الأراضي الماليزية إلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من وين تكلمونا؟ حنان محمد من الرياض. حنان محمد من الرياض، أهلا وسهلا يا حنان. هل عرفت الإجابة؟ نعم، عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، شكرا لاتصالكم ويحالفكم الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ حياة سعيد. من وين تكلمين يا أستاذة حياة؟ من النرويج. من النرويج، أهلا ومرحبا. عرفتم الإجابة؟ ايوه، عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لكم وحالكم الحظ معنا بإذن الله. ومنها إلى صوت آخر. ألو، السلام عليكم. سعيد. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم من وين تكلمونا؟ آسيا محمد من الرياض. آسيا محمد من الرياض، أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، ما شاء الله تبارك الرحمن، شكرا لك ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ مروة سعيد صالح. من وين تكلمين يا أستاذة مروة؟ ومن السودان. من السودان، أهلا ومرحبا بكم. هل تعرفت الإجابة عاتكة بنت يزيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لكم وحالفكم الحظ معنا بإذن الله. ومن الأراضي السودانية إلى أراضي جديدة. ألو، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم من تكلمنا؟ رياض. الاسم مرة ثانية يا حبيبنا. محمد محي الدين من الرياض.
أحمد محي الدين من الرياض. أهلا وسهلا يا أحمد، عرفت الإجابة؟ اي نعم، عاتكة الزهراء عاتكة رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. شكرا لاتصالك يا أحمد، ويحالفك الحظ إن شاء الله. معك واسطة يا أحمد. ومن أحمد إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. الاسم الكريم؟ غانم زينو. غانم زينو، من وين تكلمنا يا غانم؟ من سوريا. من سوريا. حياك الله. عرفت الإجابة يا أستاذ غانم؟ نعم، عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لك ويحالفك الحظ معنا بإذن الله. صوت جديد. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ ميمونة بيان من الرياض. أنعم وأكرم يا ميمونة. عرفت الإجابة؟ عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لاتصالك ويحالفك الحظ إن شاء الله. ومن ميمونة إلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ طاهرة محمد من الرياض. طاهرة محمد من الرياض. هل تعرفت على الإجابة يا أستاذة طاهرة؟ الإجابة عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. وصوت جديد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله، أهلا وسهلا. الاسم الكريم، من وين تكلمنا؟ محمد أنور. محمد أنور، من وين تكلمنا يا محمد؟ من اسطنبول. أهلا وسهلا. عرفت الإجابة؟ أيوة، عاتكة بنت زيد. عاتكة بنت زيد، شكرا لاتصالك حبيبنا ويحالفك الحظ إن شاء الله. وإلى متصل آخر. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الاسم الكريم؟ ليلى خيري من الرياض. ليلى خيري من الرياض. هل تعرفتم على الإجابة يا أستاذة ليلى؟ نية. الصحابية عاتكة بنت زيد رضي الله عنها. عاتكة بنت زيد رضي الله عنها، شكرا لكم ويحالفكم الحظ معنا بإذن الله. طيب، لعلنا نذكر مشاهدينا الكرام بأن طريقة المشاركة عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، وقيمة الجائزة هي $100، وإحنا فقط نستقبل الإجابة عبر الرقم الظاهر لكم في الشاشة، ولا نستقبلها عبر حساباتنا في الفيسبوك أو عبر قناتنا في الفيسبوك. ونذكر جميع الفائزين الذين كانوا في الأسابيع الماضية أن يتواصلوا مع رقم القناة بحيث يستلموا الجائزة. نذهب وإياكم إلى الاتصال الأخير لهذه الحلقة. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا. الاسم الكريم ومن وين تكلمينا؟ أيوب صالح. أيوب صالح، صحيح؟ أيوب صالح. من وين تكلمنا يا أيوب؟ الرياض. حبيبنا أهلا وسهلا، حياك الله وحيا الله أهل الرياض. إيش الإجابة يا أيوب؟ عاتكة. عاتكة، شكرا لك يا حبيبي أيوب، وإن شاء الله الفرحة من نصيبك. طيب، لأننا نختتم كذا باتصالات هذا اليوم. جميل. أجل نطلع فاصل قبل السحب. أنس، فاصل قصير أيها السادة المشاهدون، ونعود إليكم فابقوا معنا. أبدعوا وأطلقوا كل العنان بفؤادي والأيادي واللسان، إننا قوم خلقنا دائما ما نحرص على الاستماع إلى القصص والحكايات. فرسان شجعان، حيوانات ساحرة، وروايات من أماكن مختلفة.
مجموعة من القصص والحكاية الخيالية نحكيها لكم بأسلوب شيق وسهل ونأخذ منها الدروس والعبر في برنامجكم يحكى أن مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر على شبكة سلام الإعلامية. رمضان شهر القرآن، فاستمتع أنت وأسرتك ببركات القرآن في شهر رمضان، ولا تتوقف عند التلاوة فحسب، بل تعرف على معاني الكلمات وتفسير الآيات بشكل مبسط. ويا حبذا لو استطعت أن تتدبر في كلام الله وتنزل الآيات على حالك، ثم احرص على التطبيق العملي لتعاليم القرآن في حياتك اليومية. اجعل لك وردا يوميا من القرآن في رمضان، ولا تهجر كتاب الله بعد رمضان تلاوة وفهما وعملا بما فيه. نعتز بهويتنا، نعتز بتقاليدنا، نعتز بديننا كمسلمين إريتريين، نعتز بوطننا وأرضنا. تأتي إحداهن من السفر، إذا لم تبكي في عندها تعتبر مصيبة من المصائب، لذلك تبكي وتهيج النساء ويبكين. حتى لو كان الجواز في جيوبهم هو في جيبهم ولكن ليس في قلبهم. إذا ثبت أنه والله يؤذي عباد الله وبل ربما يصل بسحره إلى أن يقتل، هذا ما في خلاف أن إذا سحره الذي فعله قتل إنسان فإنه يقتل. لكنه لو قال أنه هذا للذكور من أبنائي من ذريتي دون الإناث مثلا، هذا قال العلماء هذا وقت جائر ولا يجوز ويحرم هذا الوقت. الشعب الإريتري الآن كثير من الشباب يهرب من بلده. أين الاعتزاز بالوطنية الإريترية؟ رغب النبي عليه الصلاة والسلام في التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، خاصة في الليالي الوترية منها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وبغروب الشمس اليوم 26 من رمضان تدخل ليلة 27، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يجمع أهله ونساءه والناس فيها فيقوم بهم حتى السحر، بل كان عمر وحذيفة رضي الله عنهما لا يشكون أنها ليلة 27، حتى أن أبي بن كعب رضي الله عنه كان يحلف لا يستثني أنها ليلة 27. فعلى المسلم أن يجتهد في العشر الأواخر من رمضان، وأن يكون في ليلة 27 أشد اجتهادا. وكذا من قصر فيما سبق من الليالي، فهذه الليلة المباركة فرصة ليتدارك ما فاته. عسى الله بواسع رحمته أن يوفقه لليلة هي خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. ارجعوا
وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلقنا قيم. عدنا لكم متابعينا ومشاهدينا الأفاضل بعد هذا الفاصل القصير. وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم وفقرة السحب. عاتكة بنت زيد كانت هي الإجابة الصحيحة والتي شاركتمونا بها ولم نحصل على أي جواب خاطئ، ولله الحمد والمنة كما جرت العادة يا أنس. ما شاء الله دائما مبدعين مشاهدينا الكرام ما شاء الله. عبد الرحمن السحب عندي اليوم، لكن لعلك طيب على السريع. قلنا اليوم سحبنا عد الفائز يعني على ما قال. طبعا نذكر جميع الفائزين والفائز معنا لهذا اليوم بأنه يتواصل مع رقم القناة بحيث يستلم الجائزة. ودنا نفوز الجميع، والله ودي يا أخي كل اللي اتصل اليوم. والله عند صاحب الحظ هو الفائز الموفق من الله. خرج. تفضل. توقعاتك يا عبد الرحمن؟ والله صاحب الحظ والنصيب. ما شاء الله تبارك الرحمن. الفائز معنا لهذا اليوم عبد الرحمن هو أحد أصدقاء البرنامج المقربين إلينا دائما. سهل. وما شاء الله تبارك الرحمن أصدقاء البرنامج جميعهم فازوا، والله المتابعين بيأكلوني أمزح. الفائز معنا عبد العزيز أحمد من السعودية. ألف ألف مبروك، الفوز بجائزة بقيمتها $100. ألف ألف مبروك صديق البرنامج عبد العزيز أحمد، الفوز بجائزة قيمتها $100. نذكر مشاهدينا الكرام بأننا لا زلنا لدينا حلقتين عبد الرحمن، فإن شاء الله يعني تفوزون كلكم. ونشكركم صراحة على حسن المتابعة وحسن المشاهدة وحسن المشاركة في هذا البرنامج، والشكر أيضا موصول لعبد الرحمن. شكرا لك يا عبد الرحمن. حياك الله يا أنس، أشكرك بدوري وأشكركم أيها السادة المشاهدون والمشاهدات في كل مكان. لا زال لدينا بقية وللحلقات بقية، انتظرونا غدا وبعد غد في آخر حلقتين من المسابقة الرمضانية الكبرى تحت مسمى صحابيات. محدثكم عبد الرحمن بن محي الدين يرحب بكم ويحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جموع الناس قد آن الأوان، أبدعوا وأطلقوا كل العناد بفؤادي والأيادي واللسان إننا قوم خلق